مساء الهنا والسعادة، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض احلى صينية بسبوسة. شايفين قد ايه شكلها جميل وطعمها بجد تحفة جدا. بداية واحدة بس هنعمل بيها العظمة دي، بجد طعمها تحفة جدا وشكلها كمان جميل جدا جدا زي ما انتم شايفين. ما شاء الله، شايفين شكلها عامل ازاي؟ الجمال ده كله هنعملوه ولا نحط سمنة ولا هنحط زبدة. بداية واحدة بس وكوبايتين دقيق سمين هنعمل احلى بسبوسة زي ما انتم شايفين بجد طعمها جميل جدا جدا ومرملة كده. وبجد بدل ما تشتريها من بره اعمليها في البيت بأقل التكلفة وفرحي اولادك، وشكلها جميل وطعمها بجد احلى. بجد كل حاجة جميلة طبعا بتعمليها في بيتك بدل ما تشتريها من بره بالغالي. احنا هنعملها النهارده بأقل التكلفة، نتيجة جميلة جدا في الاخر. بجد هتتصدمي من الجمال اللي انت هتعمليه ببداية واحدة. وقبل ما ابدا الفيديو بشكر حبايبي اللي بيرفعوا لي على المنتدى، بشكر كل اللي بيعمل لي لايك وبيكتب لي تعليق، جزاكم الله خير الجزاء يا رب. ويلا في البداية نقول بسم الله ونشوف الطريقة البسيطة السهلة الجميلة دي. معايا بولة فيها كوبايتين دقيق سميد، كوباية من السكر، كوباية جوز الهند. عايزة اقول لكم بجد هتطلع جميلة جدا، ريحة وطعم اللهم بارك. هنا حطيت بقى كيسين كده من الفانيليا، وهنزل بمعلقة واحدة كده بيكنج باودر، رشة ملح صغيرة. بجد والله العظيم عايزه اقول لكم ان طعمها تحفه جدا اللهم بارك ما شاء الله. كده هقلب بقى كل المواد الجافه كده مع بعض، هنقلب بقى كل المواد الجافه كده كويس جدا. وبعد كده هنزل بكوبايه كده من الحليب، يكون فيها بقى معلقتين كده من القشطه بتاعه اللبن او 3، هيدوا طعم حلو جدا. هنا نزلت كده بنص كوبايه من الزيت وعليها معلقتين كبار. وبعد كده هنزل بقى ببيضايه واحده. طبعا احنا كنا حاطين في الاول فانيليا، هنضرب كويس جدا. وهنا معايا بقى كده البايركس اللي هعمل فيه. هنزل كده بالخليط بقى كده مره واحده، ونسوي طبعا الصينيه كويس جدا. وبعد كده نخبط كده خبطه على الرخامه. هندخل بقى البسبوسه على درجه حراره 180. طبعا اول ما تجيب لون معانا كده من تحت ونلاقيها علت معانا، هنولع بقى الشوايه كده على طول. وخلي بالكم من الشوايه عشان ما تتحرقش، هي ما فيش ثواني وبتطلع ما شاء الله اللهم بارك جميله جدا جدا. وهنا طبعا كانت دخلت الفرن وطلعت اللهم بارك، الريحه جميله جدا جدا وكمان طالعه هشه كده وطريه جدا. هنا بقى انا عملت السيرب، والسيرب طبعا هنقوله كده برده مع بعض كده على طريقه السيرب. هنا حطيت بقى كوبايتين من السكر، وحطيت كوبايتين من الميه، وحطيت كيس من الفانيليا، حطيت نص ليمونه. طبعا سبتهم بقى يغلوا على النار. طبعا لو عندك معلقه سمنه بلدي حطيها، ما عندكيش حطي معلقه عسل نحل. طبعا لو ما فيش خلاص استكفي كده بمقادير السيرب، ان شاء الله هتطلع معاكي جميله جدا. طبعا حطينا كده عليها السيرب وسبناها بقى دقيقتين كده لما اتشربت شويه. وبعد كده اللهم بارك ما شاء الله، هي مجرد ما حطينا لها السيرب كانت اتشربت وبقت جميله جدا جدا. هنا بقى زي ما انت حابه تحطي. انا كان عندي طبعا جوز الهند، حطيت كده رشه على الوش، يعني حاجه بسيطه. عندك بقى مكسرات، عندك اي حاجه، بس بصراحه هي المقادير بسيطه والطريقه اقتصاديه وجميله، فانا طبعا ولا احط عليها مكسرات ولا اي حاجه. هما شويه جوز الهند على الوش وهتطلع معاكي جميله جدا جدا. وهنا بقى يلا بينا كده نقطعها. طبعا احنا سيبناها ترتاح شويه علشان طبعا لما نيجي نقطعها ما تتهريش، يعني على الاقل كده سبتها نص ساعه بردت شويه. وبعد كده قطعناها ما شاء الله جميله جدا جدا بامانه، طعمها تحفه جدا. يعتبر طبعا بدايه واحده هي اللي احنا عملنا بيها العظمه دي، كوبايتين دقيق سميد. يعني ما شاء الله المقادير بسيطه جدا وسهله، وبجد النتيجه تحفه وطعمها خرافه ما شاء الله اللهم بارك. زي ما انتم شايفين مقاديرها بتتحط كلها على بعض، مفيش بقى مقادير ومقادير، لا ما شاء الله بجد طلعت تحفه جدا والله بامانه. كل اللي دقها ما شاء الله عجبته جدا جدا من جمالها ما شاء الله. بدل ما تجيبيها ب 200 وب 250 انت هتعمليها، وحبه مكسرات لو عندك على الوش هتدي طعم احلى كمان ما بتجيبيها من بره. ما عندكيش اعمليها زيي، انا عملتها ساده ولا فيها مكسرات ولا حاجه، بس شكلها ولونها جميل جدا جدا وبامانه طعمها تحفه جدا. زي ما انتم شايفين طريقتنا النهارده بسيطه جدا وسهله. شايفين كده ما شاء الله علوها قد ايه، يعني معروفه ان البسبوسه ما بتبقاش عاليه، بس بجد دي طلعت عاليه وجميله ما شاء الله، طعمها بجد تحفه جدا. وده بيكون فيديو النهارده، فيديو سهل جدا وبسيط. يا رب فيديو النهارده يعجبكم. اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.